طب يا صاحبي انا جاهز، انت جاهز؟ جاهز يا صاحبي. طب انت عايز تغني عن ايه ولا عايز تعمل ايه عشان اعمله لك يا فنان؟ طب اخويا الشيكو انا جاي لك مخصوص علشان عندي واحد صاحبي اسمه حسين، اول ما بيخش علينا المكان الريحه بتقلب المكان كده، ما بيستحماش. انت قصدك على الناس دي؟ يا صاحبي. ده انا بشوفهم كل يوم بجد؟ بيقعدوا معايا 24 طب انا ساعه. عايزك تسمعه بقى. سيب لي الطلعه دي، انا هطلع كل قدراتي الفنيه في التراك ده. تمام. سيبني بقى. خش. بس خد يا صاحبي بقى كده، عايزك تقول الكلمتين دول على الصاروخ. الله ينور عليك يا فنان. يلا بطل. واحد معفن اسمه حسين في المترو رفع ايد الاتنين، فجأة الناس اتلمت وكتروا فضلوا يقولوا الريحة منين، دي اكيد ريحة بطاك يا حسين، ما كفاية بقى حط مزين ولا في نظافتك حتى بخيل، ده حتى كل الموجودين قرفوا من ريحتك يا حسين. يا حسين يا حسين يا حسين حط مزيل، يا حسين يا حسين يا حسين حط مزيل، الله يقرفك يا حسين كسفتنا الله يكسفك. كفايه كده على حسين، كفايه كده على حسين صاحبك. هو خد اللي فيه النصيب. يعني بص انا عايزك توصل الفيديو ده والاغنيه دي لصاحبك، عشان بجد انا مش معايا حسين واحد، انا معايا حسينات كتير يا فنان. والله بجد قرفونا والله بجد يا فنان. بص بقى يا فنان، انا عايزك بس دقيقه واحده كده، معاك. عايزك تقلع السماعه، هات بقى التليفون عشان اكمل لك بقيه اغنيه حسين صاحبك، وبعد كده ايه نسجلها كلها. بس انا عايز اسالك سؤال، ممكن؟ دلوقتي اي حد عايز يجي يركب الصاروخ زي ما انت ما ركبت الصاروخ كده هيعمل ايه؟ هتوصل على الواتساب. طب فين رقم الواتساب يا صاحبي؟ اهو. انتوا يا جدعان بقيتوا تطلعوا الرقم من ايديكم، انتوا ما سبتوليش حاجة حاجه بجد. مفيش. تعالى بقى نطلع نشرب اي حاجه بقى كده يا فنان لحد ما نيجي بقى ايه اكمل لك اغنيه حسين صاحبك ده، عشان انا عايزك بص تدغدغه بالاغنيه. يلا بينا يا فنان.